بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده على موضوع بيجي كتير قوي في العياده. الموضوع ده تقريبا كل يوم بنشوفه في العياده، يعني خصوصا في البنات الصغيرين. هتلاقي في ميل مثلا 20 أو 30 سنه داخله عليك تقول لك انا ضغط واطي وبيغمى عليا و... ومش عارف اشتغل، مش عارف امارس حياتي الطبيعيه. انت هتعمل معايا ايه؟ فموضوع الهايبوتنشن ده موضوع متكرر كتير جدا في العيادات، فاحنا عايزين نعرف نتعامل معاه ازاي. طبعا الهايبوتنشن هتيجي تقيس الضغط يكون كام؟ اقل من 90/60. طيب بيبقى معاه دوخة. آه هتلاقي معاه دوخة مع صداع، معاه بوزيشنال هايبوتنشن اللي هو فيه ضغط بيوطى مع الحركة. تمام، فبيعمل دوار ودوخة. ببساطة كده انت بتسأل عيان على كذا حاجة: هل عندك انيميا؟ بتعالج من ادوية من الغدة؟ طبيعة اكلك ايه والتغذية بتاعتك كويسة ولا لا؟ بتشربوا مية ولا لا؟ تمام. فاحنا في حاجات اسباب لازم ندور عليها ونعالجها، زي اشهرها الانيميا، وخصوصا في السن ده. هنطلب من البنت ايه؟ CBC، سيرم فيريتين، نشوف عندها انيميا ولا لا. نشوف الغدة، TSH فري تي 4. طيب لو بيحصل لها سنكوب بقى وبتقع بيغمى عليها، هتعمل لها ايكو او ECG وتشوف سبب، في سبب كاردياك ولا لا. طيب انا هتعامل مع الحاله دي ازاي؟ وده اهم حاجه، وده اهم نقطه انا جاي اتكلم فيها اصلا، لان احنا طبعا يعني او انت في العياده بيهمك اكتر ازاي تتعامل مع الحاله، مش نشرح نظري. طيب العلاج ايه في الحاله دي؟ طبعا انت عندك ادويه في السوق زي كوراسور او ايفورتيل. في منهم قراص، في منهم نقط. النقط اسرع شويه، بتحط منهم 15 او 20 نقطه على نص كوبايه ميه وتاخد 3 مرات في اليوم، او تاخد الاقراص 3 مرات في اليوم. طيب ده ما جابش نتيجه، في عندي حاجه اسمها ميدودرين، وده مفعوله كويس. تبدا ب2 قرص 3 مرات. طيب لو ده برضو ما جابش نتيجه، وده بيحصل كتير جدا، تلاقي العيان لا ضغطه ظبط على ده ولا ضغطه ظبط على ده ولا اي حاجه. طبعا انت بتقول عليه اشرب سوائل كتير، اقل حاجه 3 لتر في اليوم. زود موالح وحوادق في الاكل بتاعك، يعني التغذيه بتاعتك تكون كويسه. طيب لو دول الاتنين ما جابوش نتيجه معايا، في حاجه تانية هنا كده نكتبها لوحدها هنا، اسمها ايه؟ استونين اتش، ودي موجوده في الجايد لاين، او البديل بتاعه كورتيلون تاب. ايه بقى الفكره في العلاج ده؟ العلاج ده بصراحه من النتائج النتائج بتاعته كويسه. لما تديه للعيان تلاقيه جاي لك في الاستشاره بعد اسبوع الضغط بدأ يظبط والاعراض بتاعت الدوخه بدأت تختفي. فانت لازم تظبط جرعته وتبقى عارف الدنيا فيها ايه. ده طبعا ده لو مفيش تحسن على الكوراسور او الافورتير او الميدودرين، استونين اتش او الكورتيلون اقراص. بنبدأ ازاي؟ بتبدأ يا سيدي اول اسبوع قرصين بعد الفطار، وقرص بعد الغدا، زائد، ودي حاجة مهمة جدا جدا مع العلاج ده، بنعمل ايه هنا؟ دي حاجة مهمة جدا، هكتبها لك بلون تاني عشان تبقى عارفها. زائد ايه؟ شرب مية بكثرة. تقول عيان كده تشرب مية كتير وتاكل حاجة حادقة او مالحة مع الاكل، مع الفطار والعشاء تاكل حاجة حادقة او مالحة، مخلل مثلا او ترش ملح على السلطة او كده مع الفطار ومع العشاء. ده
اول اسبوع من العلاج بندي قرص بعد الفطار، 2 قرص سوري بعد الفطار، وقرص بعد الغداء مع شرب ميه كتير وموالح في الفطار والعشاء. العيان جالك في الاستشاره وتحسن، خلاص هيمشي على العلاج ده 3 شهور. في خلال ال3 شهور دول انت بتبدا تدي العيان ايه، نقلل الجرعه شويه بقرص مره يوميا بعد الفطار. العيان يتحسن وبدأت الدنيا ترفع، وانت عالجت الانيميا بقى اللي كانت سبب، وظبط شرب الميه والسوائل والتغذيه بتاعته كويسه جدا، تبدا تسحب العلاج ده تدريجي. انا حاطط الفيديو ده عشان اقول لكم الفكره. العلاج ده بقى من التجارب ومع العيانين. احنا كنا بندي الميدرينوكوراسور، بعد البحث كده لقينا ان الاستونين اتش او الكورتيلون بيجيب نتيجه كويسه جدا مع العيان. وهتبدا قرصين بعد الفطار وقرص بعد الغداء، واشرب ميه كتير، موالح او حوادق مع الاكل. شكرا.